مرة أخرى الكرة في ملعبك. يا جماعة موضوع المراهنات ده كان اتفتح زمان، فاكرين؟ وكان كابتن سمير زاهر وكان كابتن شوبير قال ان الموضوع ده حصل وكده، وبعد كده كان المفروض انه يحصل. كابتن سمير زاهر قال ان يحصل بشكل رسمي. الكابتن سمير زاهر قال ان تقريبا الازهر لم يوافق بعد ما كانت الجهه الاداريه وافقت ساعتها او حاجه زي كده، والموضوع لا حالتها الجهه الاداريه حالتها للازهر بالظبط. والازهر رفض، وبعد كده خلاص الموضوع مات وانتهى. لغايه ما طلع المستشار مرتضى منصور واتكلم في الموضوع دوت، ودخل على التليفونات وقال ان هو يعمل مؤتمر صحفي يقول هذا الكلام. طلع بعض الصحفيين والنقاد الرياضيين منهم مثلا الاستاذ ابو معاطي زكي قال لك ده فنكوش، يعني ده اي كلام مش حقيقي. وابتدينا نتكلم بس كان في الاستاذ اشرف الشامي في الاهرام الرياضي من حوالي سنتين كان عامل تحقيق عن الموضوع ده. تمام. وعايز اقول كمان ان بس عشان نكون معلومه ان ابتدى الناس تقول مرتضى منصور بيعمل كده بناء على ماتش مصر المقاصه واحتساب النتيجه وعدم لعب المباراه، وان الكلام ده طلع بعد هذا الموضوع. في الحقيقه اتكلمنا يمكن وابتدينا نبحث في الموضوع. انا شخصيا طبعا انتوا عارفين حازم امام صديقي وعشره عمر. حازم امام لا يعلم اي شيء عن هذا الموضوع، ومعظم اعضاء مجلس الاداره ما عندهمش اي علم بهذا الموضوع. طيب ازاي بقى شركه ايطاليه تتعاقد وتتراهن على دوري مصري دون علم الجهه الاداريه ودون علم اعضاء مجلس الاداره ودون تعاقد رسمي؟ فده اللي احنا عايزين نعرفه. عشان كده نكلم مولانا بقى مفتي الصحفيين المصريين مولانا طارق رمضان. اشمعنى يعني اسمه استاذ طارق رمضان؟ احنا بنسميه كده والله. مولانا استاذ طارق رمضان ناقدنا الرياضي بالاهرام الرياضي، واللي يوم الاربعاء اللي جاي مولانا ده كوبر. لا هو اسمه مولانا. لا كوبر هو اللي مولانا. تمام. عايز اقول برضو ان يوم الاربعاء اللي جاي الاهرام الرياضي عامله يعني يمكن عامله تحقيق كامل عن هذا الموضوع، فحبينا نستبق الاحداث شويه ونعرف بعض المعلومات من الناقد الرياضي ومولانا طارق رمضان. وعلى فكره هو اللي مسمي كوبر مولانا برضه. ازيك يا كابتن خالد؟ انت معاك اثنين حبايبي يعني. طبعا الاستاذ احمد جلال ولا يشق له غبار، والاستاذ مهيب طبعا يعني حبيبي يا مولانا يعني. وانا مولانا ابو انا اللي سميت كوبر مولانا. انا عارف صح ولا بغلس عليك بس. استاذ طارق سريعا كده ايه القصه؟ بص يا كابتن، الاربعاء الجاي طبعا الاهرام الرياضي منفرده تماما. طبعا الاستاذ اشرف الشامي وانا كاتبين موضوعات عن حوالين المراهنات، فمنفردين تماما باسم الشركه اللي هي بتعمل المراهنات طبقا لاتفاقيات واضحه وصريحه وطبقا لموافقات رسميه، لان شروط العمل بره ان لا يمكن انت تدرك الدوريات الرياضيه او اي رياضه الا بموافقه الاتحاد المعني او الانديه اللي هي مسؤوله عن هذه الرياضه. احنا بنتكلم في الليجل، يعني احنا بنتكلم ان المراهنات ديت متوافق عليها فعليا. احنا بنتكلم ان المراهنات ديت شركه واحده من 50 شركه بيشتغلوا بهذا الشكل بتحقق سنويا 2 مليار جنيه. فاحنا بنتكلم في ارقام. جنيه ولا دولار؟ لا احنا هنحسبها بالجنيه، سيبك من الدولار. 20 مليار في 50 يعني انت بتتكلم في 100 مليار جنيه. هم دي مكاسب الشركات مش احنا يعني. طب عايز اسالك سؤال بس استاذ طارق، قولا واحدا هل الشركه الايطاليه دي تقدر؟ لا هي مش شركه ايطاليه. اصل بص سياده المستشار مرتضى منصور رقصنا يعني. وهو عارف كويس قوي ان هو لانه هو لو قال اسم الشركه، يعني لو قال اسم الشركه او الجهه اللي هي فيها على طول مصر كلها هتروح على المواقع وهتطلع تقدر تجيب التفاصيل. فهو وداكي على ايطاليا، لكن احنا رايحين حته ثانيه خالص اللي هي سنغافوره وماليزيا. دول بيشتغلوا في التلاعب في النتائج، ديت لسه قصه ثانيه. لكن احنا بنتكلم على معاهده، بنتكلم على اتفاقيه، بنتكلم على موافقه. الموافقه دي هي اللي بتدي الشركات دي الحق ان هي تحط الدوري المصري على المراهنات. كل التفاصيل عشان بس ما احرقش الاهرام الرياضي. لا مش حارب، بس نعرف معلومات لان في النهايه ما انا باكد لك مراهنات. في مراهنات على الدوري المصري. ماتش الاهلي وطنطا اللي جاي ده اللي هو يوم 26 اللي هو هيتلعب الاسبوع ده اللي هو مع الزمالك والمصري يوم الاثنين محطوطين مراهنات. ياه محطوطين. طب هسأل حضرتك سؤال، هل دلوقتي الشركه الايطاليه دي هتراهن على الماتش اللي جاي وكانت متراهن على ماتش الطلائع والزمالك صح كده؟ طيب هسأل سؤال، المراهنات دي عن طريق
اتحاد كوره، عن طريق عضو لا في لا لا اتحاد لا. الكوره، لا ولازم عن طريق وزارة جهه الأوقاف. اداريه. لا بص، عن طريق مين؟ عشان نبقى عارفين بس. هم اولا المسؤوليه الاتحادات او اللي اعطى الموافقه بتنتهي مسؤوليته عند الموافقه. يعني بمعنى ايه؟ انا اديتك الموافقه ان انت تحط الدوري المصري، يعني انا هقول لك بس تفصيله صغيره كده. انا اديتك موافقه ان انت تحط الدوري المصري على قائمه المراهنات. في هذه الحاله لازم تبلغ الاتحاد الدولي في الوقت ده ان انت حطيت الدوري المصري على المراهنات. فبالتالي احنا بنتكلم زي ما قال لك الاستاذ احمد جلال كده، احنا بنتكلم تحديدا 2005 الاتفاقيه الموقعه في هذه السنه اللي ادى الموافقه كابتن سمير زاهر. كابتن سمير زاهر سيبك بقى من الازهر رفض ومش الازهر رفض والموضوع ده، الازهر رفض كلمه يا نصيب او مراهنات. ايوه خلاها توقعات. برافو يا استاذ احمد، خلاها توقعات. فبالتالي تمت عمليات، انا بقول لك هو تمت عمليات مراهنات من هذا الوقت. تمت مراهنات في هذا الوقت ومستمره الى بقول لحضرتك يوم 26 ابريل 2017 اهلي طنطا والمصري والزمالك. طب معلش يا استاذ طارق، حضرتك الموافقه دي اللي مثلا جت من الكابتن سمير زاهر مال اتحاد الكوره دوت؟ لا استنى بس. اقول لك بقى، استنى بس وهكمل لك يا استاذ طارق. هل ده من 2005 حضرتك بتقول صح؟ ايوه. احنا دلوقتي بنقلنا 12 سنه. بص قايلين بقى ايه 2005 مين اللي وقع ومين وتفاصيل وهتعرف بقى اسماء يعني في واحد او اتنين من اعضاء مجلس الاداره اللي موجودين دلوقتي كانوا موجودين مع سمير زاهر. في اتنين كانوا موجودين مع سمير زاهر من ضمن اللي وافقوا على المراهنات. واحد عنده علم لان دي كانت طبيعته ان هو اولا يعني دي اللي كان لازم هو يعرف، ان ما عرفش من كابتن سمير كان هيعرف من بره. كان لازم يتم الاطلاع، ومش معنى ان هو كان عارف معناه ان هو مشارك، يعني هو عرف يعني ان الدوري المصري اتحط مراهنات بس خلاص. وواحد كان مشارك بفعاليه كبيره جدا يعني. استاذ طارق استاذ طارق، وعلى فكره يعني برضه هيتقال في التحقيقات اللي احنا بنعملها، لان التحقيقات احنا عاملين سلسله من التحقيقات يعني. طيب استاذ طارق، فيها تفاصيل كتيره وفيها اسماء شركات كتيره وفيها وزارات كتيره في مصر. طب هسأل سؤال، هل ينفع رئيس اتحاد يوافق لمده 12 سنه قدام؟ لا يا فندم، هو ادى موافقه لان الاتفاقيه الموقعه او الاتفاق الموقع اسمه طويل الامد. طويل الامد ده ما هو بص، عشان الموضوع بعد الموضوع ما يتنشر وانت هتقراه هتعرف بقى الحكايه ماشيه ازاي. لا انا عايز اعرف من حضرتك حاجه مهمه يا استاذ طارق، معلش اسمح لي. ما ايه ذنب ودور اتحاد الكره الحالي؟ اقول لك بقى، اقول لك ايه ذنب. هو مش حكايه ذنب، هو حكايه ان انت حضرتك علمت ان في مراهنات على الدوري المصري بشكل ليجا. مين اللي علم؟ اتحاد الكره. الكلام اللي قاله المستشار مرتضى منصور ده يعتبر انك علمت. انا قلت لك ان في مراهنات. ايوه بس الكلام اللي قاله المستشار مرتضى منصور مش قرآن. لا اسمعني بقى، اسمعني يا استاذ طارق. لا اسمعني بس، اسمعني. طب اقول لك. لا اصل انا اسمعني عشان بس الناس تفهم. انا ماليش دعوه بقرآن او مش قرآن، لكن هو في يعني انت خدت في صحته، اجزمت في صحته؟ لا ده اعتبره بمناسبه البلاغ يعني. استنى بس. اتفضل. اهدى عليا. لا اتفضل. لا انا مش كوبر. لا اتفضل يا حبيبي. بص في رئيس هيئه، بلاش المستشار مرتضى منصور، رئيس هيئه او رئيس نادي، لان النادي ده بيبقى هيئه. عضو جمعيه عموميه في اتحاد الكره قام طالع وقال لك يا فندم انت عندك مراهنات، والمراهنات مثبته وموقعه، سيبك من ايطاليا او غير ايطاليا، هو عندك مراهنات. ايه دور انا؟ دوري انا ان انا احقق. دوري انا ان انا اطلع اقول ايه؟ انا احقق في الموضوع ده. اذا ثبت ان انا عندي مراهنات على هذه البطوله انا ابلغ الانتربول الدولي زي السعوديه ما بلغت الانتربول. بس على فكره حازم امام طلع قال هذا الكلام وهو عضو مجلس اداره، قال لو عرفنا ان في مراهنات يتقطع رقبه اللي عمل كده. لا اصل هقول لك على حاجه مش يعني كابتن لا سيف عارف ولا حازم عارف ولا حد عارف. لا كابتن سيف عارف ولا كابتن حازم. بص بقى اقول لك الاسماء، يعني بعض الاسماء كابتن سيف مش عارف، كابتن حازم امام مش عارف انه ما كانش موجود في التوقيت ده. تمام. الاثنين دول يعني مع احترامي لباقي الاعضاء ما يعرفوش، لكن انا بتكلم على قرار مجلس اداره اتحاد الكره، مش عضو واحد اللي هو كابتن حازم امام. وبعدين مش حكايه تتقطع رقبتي،
هو حاجه من الاثنين، لا اما تجيب لي الفلوس بتاعتي اللي هي تم المراهنه عليها زي السعوديه، وتجيب لي تعويض كمان وتديها للانديه بتاعتك، او ان انت حضرتك بتوقف جميع المراهنات بقرار منك، بتقول لهم ممنوع ان انت تراهن على الدوري المصري. طب معلش انا اسف، بس دلوقتي افرض انا دلوقتي تعاقدت وانت تعاقد طويل الامد زي ما انت بتقول، هل من حق اتحاد الكره الحالي ان يلغي هذا التعاقد؟ لا، هو ما يلغيش التعاقد، هو يوقف التفويض بتاعه. صح، يوقف بص، اصل التعاقد ده شامل لحاجات كتيره جدا. فاحنا طب ايه اللي بيفيد سمير زاهر او اتحاد مصري من المراهنات؟ ايه الاستفاده؟ يا فندم ما هو وما ذنب المهندس هاني ابو ريده؟ وما ذنب النباتات. بص شوف هو رايح فين. بقول لك وما ذنب النباتات. ذنب يا عم. لا انا بسأل بجد، ايه اللي بيستفيدوا يعني الكره المصريه او الدوري المصري؟ ايوه، التفاصيل بتاعت الاتفاقيات دي والمعلومات اللي فيها كان فيها مش فايده بس للاتحاد الكوري، فيها فايده في اطار عام الدوله كلها، لان احنا هل فيها فايده لبعض الاشخاص؟ لا 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 لا، انا ما اقدرش اتكلم في حته بعض الاشخاص. دي بتخش في جهه ثانيه، في طرق ثانيه، انا ما اقدرش انا بتكلم. اصل حضرته يعني مين اللي هيوافق ليه يعني؟ لا انا بتكلم، بص، حبا في البلد ولا في الدين يعني، ولا قريب من ربنا فقال لك نعمل مراهنات مثلا؟ لا لا، ممكن يكون جاله امر انت هتشارك في كذا، هات لنا الموافقه. ممكن يكون هو بص التفاصيل عشان برضه ايه، انا كده ما احرقش الاراء الرياضي لانها بتنفرد بكل التفاصيل. يعني قولا واحدا مرتضى منصور عنده حق، قولا واحدا. هو عنده حق في حته المراهنات. في مراهنات، وانا بقول لك الاهلي وطنطا والزمالك والمصري متفقين على المراهنات. بس الاتحاد الحالي معظمه ما عندهمش علم. هم اثنين اللي كانوا يعرفوا في الموضوع. تمام. اثنين بس، لا فيهم كابتن سيف زاهر ولا كابتن حازم امام ولا المهندس هاني ابو ريده. وما قالش بقيه الاسماء بقى، ما قالش بقيه الاسماء. كابتن مجدي عبد الغني هو كان موجود في الاتحاد ده، لكن ما يعرفش طبعا انهم كانوا. لا، مجدي عبد الغني ممكن نقول عليه، وانا ممكن اهبش مجدي عبد الغني في اي حاجه، انما الموضوع ده تحديدا مجدي عبد الغني لا. هقول لك على حاجه يا احمد، لو كانوا قالوا الكابتن مجدي عبد الغني كمان كابتن مجدي عبد الغني طلع يومها قال لك الكوكو فين الكوكو؟ هو الصبار ده مهيب على فكره، المعرفه شيء واتخاذ القرار شيء. صح طبعا. يعني حتى لو كابتن هاني ابو ريده كان يعلم، هناك فرق بين انه كان يعلم بصفته الدوليه وان هو في الاتحاد الدولي وانه يتخذ. كابتن هاني ابو ريده ما كانش يقدر ياخد القرار، كان مجرد هل حازم الهواري كان على علم؟ رد انت يا احمد. هل حازم الهواري كان مشارك مع الكابتن سمير زاهر؟ انتوا مش عاملين عاملين ملف تحيات العرب يا ابني اسكت اليوم الاربعاء ان شاء الله. بس ملف تحيات العرب يا استاذ طارق. على فكره بص بقى، في وزيرين موجودين في الموضوع. وزيرين يا استاذ طارق، انا عايز اسال حضرتك سؤال. المستشار مرتضى منصور قال المراهنات كنايه في اتحاد الكره المصري الذي لا يعلم اي شيء عن المراهنات. دي نحطها في برواز، وهي دي نقطة أو بيت القصيد اللي هو الاتحاد يعني المستشار مرتضى قال المراهنات كناية في اتحاد الكرة المصري وهيعمل مؤتمر. ما هو الموضوع بس عشان يعني نلخصه. يا استاذ مهيب انا ما اقدرش اخش في النوايا، لكن انا بتكلم على ايه؟ على جزئية صحيحة 100%. تمام جزئية شرعية 100%. في مراهنات وفي 2 مليار جنيه من شركة واحدة بتكسبهم مننا. يعني احنا بنتكلم في 100 مليار جنيه. تصور لو نص المبلغ ده جه بس. لكن حته بقى المعرفه او عدم المعرفه او اتخاذ القرار. وبعدين عايز اقول لك ان الدوريات العربيه كلها داخله في المراهنات. ايوه يا فندم، السعوديه داخله رسميا ليجا. السعوديه مش موجود، لا اتشال. انت ايوه يعني في دوريات عربيه ظهرت وبعد كده اتشالت. لغت الانتربول. لغت الانتربول واتشالت وخدت فلوس. طيب يعني احنا المفروض نبلغ الانتربول وناخد فلوس. بص يا استاذ طارق، انا هبلغ الانتربول عليك. علي انا ليه؟ ده كوبا كفايه. اشكرك الاستاذ طارق رمضان ناقدنا الرياضي. اشكرك يا مولانا. يوم الاربعاء هيتم الكشف عن بعض الاسماء في مجله الاهرام الرياضي. في مجله الاهرام الرياضي، ومنها 2 وزراء سابقين، ومنها مسؤول سابق في اتحاد الكره المصري، وممكن يكون حالي كمان. كابتن خالد، بعد مال اتحاد الكره الحالي بهذا الموضوع لما هو من 2005
مال لو مال. انا عارف، بص ما هقول لك لو أنا عارف. لو انا عارف لا. لازم ابلغ زي السعوديه ما بلغت افرض مش عارف، الانتربول. افرض مش عارف، تبقى اديني كارثه. عرفت ولا لا؟ لا اله الا الله. انا مش عارف، مش هو عرف، اديني عرفت. هنبلغ الانتربول. بس. بالظبط كده. ماشي. واحنا سهلة نبلغ أوي. تصدق بالله لازم نبلغ الانتربول عنك انت عنك انت. يلا بينا نطلع فاصل.